بسم الله. اهلا وسهلا بحضراتكم وسلسله فيديوهات جديده مهمه جدا شيقه جدا، واتسالت عليها كتير قوي ووعدتكم ان انا هقدمها باذن الله، بس كان عندي شويه ظروف ومشاكل. الحمد لله. بعتذر في البدايه بس عن صوتي، لان انا والله واخده دور شديد جدا. صوتي مش عاوز يرجع تاني زي الاول، فبعتذر جدا لو صوتي متغير. سلسله الفيديوهات بتاعتنا ديت موضوعها ازاي نأسس انجليش صح من البدايه. تمام كده. ازاي هنبدأ نأسس انجليش بطريقة صح، ونحط تحت كلمة صح دي خطوط كتير جدا، عشان مع الأسف لسه بنشوف لحد دلوقتي ناس شغالة بطرق تقليدية قديمة مبقتش تنفع دلوقتي خالص، ما تتناسبش بعد تغيير المناهج والمناهج الجديدة. تمام. او لو حد شغال حتى بالطرق الجديدة، فبلاقي ان للأسف في اخطاء كتير جدا، الشغل مش مظبوط اصلا. فعشان كده احنا عايزين نقدم حاجة صح وتكون كمان مفيدة للطفل اللي انت بتشتغلي معاه، ليكي انت كتيتشر مدرسة او كأم بتعلم ابنها حريصة ان هو يتعلم صح. تمام كده. واكتر طبعا المدرسات. تمام كده، عشان برضو نستفيد ونفيد ان شاء الله. فهنتكلم عن كل التفاصيل، وازاي نبدأ مع الطفل من البداية خالص بطرق صحيحة. من اول ما الطفل بتاعي بادئ لسه هيمسك قلم. خلصنا دلوقتي مرحلة البري رايتنج اللي هي ما قبل الكتابة. اتعلمنا فيها واتدربنا على directions بتاعت الليترز او اللاينز اللي بنتعلمها الخطوط. واصبحت ايدينا دلوقتي مستعدة، سننا مناسب، مداركنا اتوسعت بالمهارات اللي اشتغلنا عليها في الفترة والمرحلة دي. وده مهم قوي وبنبه عليه، مش مجرد كلام بقوله تضييع وقت. لا، عشان ما تنفعش تاخدي الطفل بتاعك لسه جايلك كده ما يعرفش حاجة، صفحة بيضة قلم وكراسة واشتغل واكتب وها على طول. غلط جدا. حتى لو انا مش بشتغل في مكان، او لازم اكون كمدرسة تأسيس فاهمة ان الدخلة ما تبقاش كده. في الاول مهارات في بري رايتنج، بدرب الطفل بطرق بسيطة انه ما يضغطش على القلم قوي لحد ما اعصابه تكون مستعدة. انه في الفترة دي مش بعلمه يلعب وخلاص، لا، بديله مهارات تفتح ذهنه، تحرك النطق بتاعه او تسرعه لو عنده مشاكل في النطق. تمام كده. مهم قوي. خلصنا المرحلة دي واصبح الطفل بتاعي مستعد، واتكلمنا عن ده قبل كده. هنبدأ بقى نعمل معاه ايه؟ هنتعلم الليترز او the alphabet اللي هي حروف الهجاء ايه بالانجلش. وعشان ابدأ معاه صح لازم اكون عارفة ان في المرحلة دي عندي 3 حاجات مهمين لازم اقدمهم، او اطلع من المرحلة دي عاملاهم مع الطفل بتاعي كما ينبغي وعلى اكمل وجه. ايه هم ال3 حاجات دول اللي هقدمهم في مرحلة الليترز؟ اول حاجة واهم حاجة ان انا how to write الليترز دي بطريقة صحيحة، اكون معلماه او اكون انا فاهمه وعارفه ازاي الليتر بيتكتب، وايه الدايركشن الصح بتاعه، وايه طريقه الكتابه بتاعته الصح اللي انا هعلمها للطفل بتاعي. تمام كده. الحاجه التانية ان هقدم له النيم بتاع الليتر ده، او النيمز بتاعت الليتر دي كلها برضو صح زي ما كان. او احنا عارفين كلنا ان كان عندنا قبل كده بعض الاخطاء او اصوات او اسماء متعلمينها او سامعينها بطريقه غلط. طبعا كل ده صح دلوقتي، لازم اقدم له اسم الليتر بطريقه صح. الحاجه الثالثه بقى الساوند بتاعه، الصوت اللي هو الفونكس، لازم يسمع كمان الساوند بتاع الليتر ده برضو بطريقه مظبوطه. عشان نوضح اكتر هنبدأ نتكلم هنا على اول خطوة اللي هي ايه الليترز، ازاي الدايركشن بتاعها بيكون بطريقة مظبوطة. لازم نعرف ان كل الليترز عندها اتجاهات. تمام. زي مثلا هنا ليتر ار، الار عندها ايه الدايركشن بتاعها، مثلا البيج ار عندي هنا ده ستاند لاين، خط مستقيم كده جو داون، او جاي منين from up to down، نازل تحت كده، ده الاتجاه الصح. بعد كده عندي هنا ايه في كيرف لاين نمبر 2. بعد كده عندي سلاش لاين في خط مايل هنا كده برضو جو داون، نازل تحت. او ممكن هنا ساعات بنقول للولد ان دي سيمي سيركل، نص دايرة كبيرة، بيج سيمي سيركل، نص دايرة كبير. يبقى اعمل ستاند لاين، وفوق هنا بعمل ايه بيج سيمي سيركل، وبعدين بعمل من هنا كده سلاش لاين جو داون. يبقى انا كده عملت الايه الدايركشن الصح بتاع الليتر. طيب الاهم كمان من كده اني انا التنسيق بتاع الليتر ده، عشان هو طبعا كابيتال اند سمول، طبعا مش بادئين بالاي، مش لاقيه للاسف الكتاب بتاع ليتر اي، فجبت من اول الار. تمام. المهم ان احنا نفهم الفكره، او اديكي فكره سريعه، لان المرحله الاولى دي اللي هي بتاعه الليترز مش دي موضوع الفيديوز بتاعتنا. هقولك دلوقتي ليه.
لكن هكلمك زي ما قلنا في كل التفاصيل. طيب نرجع تاني لموضوعنا. عندي هنا مثلا الخطوط دي، ده مهم جدا. ال3 خطوط دول ان انا ابدا اعلم الطفل عليهم في البدايه. في ناس بتستخدم 4 بس انا بقول ان ال4 كتير بيلخبطوا. ال3 دول كفايه قوي عشان ابدا اعلمه يعني ايه upper letter، اللي هو الحرف الكبير الكابيتال، بيكون كده من اول السطر وينزل لحد الاخر. تمام. وعندي كمان في ميديال ليتر، حروف بتكون متوسطة ما بين السطرين دول بس، هنا كده دي غالبا بتكون السمول. وفي حروف كمان بتبقى اللور ليتر بتنزل تحت، اللي هي روت ليترز تنزل تحت كده تحت السطور، فدي كمان مهمة قوي. زي مثلا هنبدأ هنا برضو هنشوف مع بعض. بسم الله. السمول ليتر هنا عندي اهي ميديال ليتر ما بين السطرين، شايفه ازاي؟ مش جايه ايه، مش ابر ليتر، مش من اول السطر. ده مهم قوي عشان بعد كده لما يجي يشوفهم بقى نحط الاتنين مع بعض زي كده بيبقى فاهم. ده التنسيق بقى اللي بقولك عليه، ما يكتبليش الاتنين على نفس المستوى من فوق كده وطول بعض او قد بعض نفس المقاس والطول يعني، لا. عشان بعد كده لما ابدا اشيل السطور ديت هو يبقى فاهم التنسيق بتاع الليتر، هيكتب صح. خلاص هو اترسم في ذهنه ان ايه، في شكل معين وتنسيق معين للايه، للكابيتال والسمول. مهم كمان وانت بتبدأي معاه عشان خاطر اغلب الليترز بتكون عندها رسمين، يعني رسمين مختلفين. زي الار مثلا اهي عندها الكابيتال غير السمول خالص، بيعتبر كده بيتعلم رسم او دايركشن حرفين مع بعض مش حرف واحد بالنسبة للطفل، فبتبقى تقيلة عليه. فما تبدأيش بالاتنين برضو مع بعض. يعني شايفة انا هنا فاصلة الاتنين عن بعض، بدأله الاول علمناه الكابيتال ليتر او البيج ليتر او البيج ار، وبعد كده علمناه السمول ازاي يتكتب، بعد كده بنحط الاتنين جنب بعض. طبعا ده بياخد وقت، اديله وقته. تمام كده. واهتمي جدا بالهاند رايتنج، تحسني مهارات خط الايد، انه يكتب صح وخطه كويس من البدايه. مفيش حد يا جماعه خطه وحش كده، هو بالوراثه قليل قوي هتلاقي الحالات دي، لكن الطفل بيكتسب مهاره خط الايد او تحسين خط الايد لما انت بتعلميه صح. فدي برضو من الحاجات المهمه جدا لما انا اجي ابدا. خلاص مش يكتب لي باي خط وخلاص، كبير قوي صغير قوي طالع ونازل، لا، نظام. اهتمي قوي بالكلام ده. والسطور دي سهل قوي تلاقيها دلوقتي في كراسات اتعملت كده، ممكن انت تجيبي مسطره وتعملي مقاسات تطبعيها على ورقه وتصوريها تشتغلي منها للولاد. بسطي الفكره، ما تقفيش. هاتي ورقه عادي جدا كده وهاتي قلم فلوماستر ومسطره وخدي مقاسات كده مناسبه واعملي السطور دي ورقه كده وسطور بس، وروحي اطبعي منها زي ما انت عاوزه 1000 نسخه. حطي عندك بيعيها للولاد. بصي المهم ان انت، عشان بقولك ليه بيعيها، عشان بس ما تحسيش انها مشقه عليكي، انا لسه ببدا، انا لسه بشتغل، لا، قولي له ده الصح. المهم اللي انا لما لقيتش مثلا الكراسات او الكشاكيل هعمل ايه، هبدا ان انا اتصرف واعمل. المهم ان انا ابدا صح، اعمل صح يعني. طيب في حاجه كمان مهمه لازم نقولها برضو في المرحله دي، وانا ببدا ما اديلوش النيم والساوند بتاع اللتر مره واحده برضو. خليكي منظمه، خلي خطواتك بسيطه، الطفل يستفيد. حتى لو خدتي وقت اطول، بالعكس مش تاخدي وقت اطول، النظام بيوصل اسرع، بس احنا بنحس انه مشقه، لسه هعمل كذا لا، ما انتي علمي صح. ابدأي الأول علميه النيم بتاع الليتر، عشان لو اديتيله النيم والساوند هتلاقي الولاد خلطوا ما بين الاتنين. طبعا الليترز بتكتر معاهم، ففجأة خدنا الاي والبي والسي والدي وبصيت لقيت دخل بقى سلطة كله في قلب بعض. طبعا ممنوع ان انا ابدا اعلمه الاي زي ما كنا بنقول اسمها اي، تمام، مش اي ابل بقى، مفيش اي ابل ولا اي ارم، انا بديله النيم فقط، الاسم بتاع الليتر بس. ليه ببدا بالنيم؟ عشان افضي بقى بعد كده مساحه للايه، للساوند، عشان ده فيه شغل تاني. فانا هنا بعلم ايه، طريقه الكتابه. فوانا بعلم طريقه الكتابه في الاول بعلم النيم بس. خلاص كده. يبقى وانا بعلم طريقه الكتابه لسه بتاخد وقت معانا، بتقعد فتره مع الطفل، بعلمه الاسماء فقط، النيمز بتاعت الليترز بس. اسمها ايه او اسمه ايه، ار. ار بس، مش ار رابت، مش ار اي حاجه تانية، جاست ار، ده الصح. خلاص كده. والنيم بس، ما تقوليش نيم وساوند مع بعض، صدقيني هيتلخبط ومش هتطلعي بنتيجه سريعه، هتعكيله دماغه. فانت ثبتي حاجه حاجه، انت بتاسسي والطفل لسه بادئ معاكي صفحه بيضه، فاللي بتحطيه بتلاقيه، فانت مشي بخطوات منظمه هتوصلي احسن وافضل واسرع ومتمكن افضل. فاهماني؟ تمام كده. يبقى اتعلمنا النيم واحنا بنتعلم طريقه الكتابه، وده بياخد معانا وقت عشان الكابيتال والسمول وتدريبات عليهم والكلام ده كله. خلاص كده. كل المرحله دي واحنا بنتعلم الكتابه بنعرف ايه، بنتعرف على النيم بتاع الليتر فقط. بعد ما خلصنا المرحله ديت على خير، نبدأ بقى نتعلم الساوند بتاع الليتر ده. هنبدأ بقى نتعرف على الصوت بتاع الليتر بتاعنا، وابدأ هنا اعلمه بقى ان الليترز اي حرف او اللي هبدأ بيه الاي او الار، اي حرف هبدأ بيه، تمام.
احنا طبعا بنمشي باوكسفورد، انا يعني ماشيه بمنهج اوكسفورد، فببدا بالترتيب مش ماشيه بجولي فونكس، لان انا بكمل بعد كده تاسيس فونكس، فده بيكون افضل بكتير وبيمكن الطفل افضل. تمام. فانا بادئه بترتيب الليترز من اول ايه، بس انا عشان ما لقيتش زي ما قلت لك الكتاب اللي فيه، فانا جبت لك بس اي ليتر نشرح بس عليه هنعمل ايه، او نوصل التفاصيل عليه. تمام. طيب نرجع لموضوعنا تاني، نتعلم دلوقتي. جيت دور بقى على الساوند، بقول له ايه؟ بقول له ان الليتر ده تمام عنده نيم وعنده ساوند زينا كده. انا عندي اسم وعندي صوت، وانت عندك اسم وعندك صوت. اسمك مش زي اسمي وصوتك مش زي صوتي، صح كده؟ الليتر كمان عنده، كل واحد فيهم عنده نيم وساوند. وقولي له، خليه يقول معاكي الانجليش زي ما قلنا، او هنقول لسه ممارسه. يعني الليسن وسبيكينج مهم جدا، طول الوقت تسمعيه وتسمعي منه، تقولي له ويقول وراكي، مهم قوي. خلاص كده. يبقى دلوقتي قلنا مثلا احنا بنتعلم مثلا letter R. الار عندها نيم اسمها ار، خلاص عرفناها. صوتها ايه بقى؟ بتقول ايه؟ بتقول ر ر ر، بتبقى فيها زي لدغة كده شوية. تمام. is for ر ر ر. يبقى الار عندنا سيز بتقول ايه؟ ر like ايه، او is for ر ر like ايه؟ rabbit rabbit ر ر rain المطر rain. ولازم هنا يشوف صور، ما تكتفيش ان انت تقدمي له الصوت وتدي له كلمه بس في الكشكول، مش مجديه الطريقه دي. هو مش عارف ايه rain وايه rabbit انت بتلخبطيه، او بتقدمي له الموضوع بشكل ممل. تمام. الانجليش زي ما قلنا هو مش لغه اولى، هو اللغه بتاعتنا التانية. فعشان تساعدي الطفل ان هو يفهم، الصور هتساعدك كتير جدا. عامل جاذب او عامل جذب حلو قوي للطفل، بتوضح اللي انت بتتكلمي، الفوكاب اللي بتوصله له، فبتديله المانينج بتاعه، فبتسهلي عليه انه يفهم. فمن هنا بيستجيب معاكي، يبدا مخه يشتغل. انما انا جبت كراسه كتبت له فيها كلمه مثلا ار، والار صوتها مش عارف ايه وزي كذا، هو مش مستفيد قوي. تمام. بالنسبه يعني ايه، فلازم زي ما قلت لك كده تستعيني بالصور دي، حلوه قوي. في كروت سهله جدا الموضوع، بصي حواليكي في كل حاجه، في وسائل تعليميه كتير جدا موجوده، انزلي سجلها هتلاقي كل اللي انت عاوزاه. بعد كده برجع ادرب بقى، مهم قوي زي ما قلت لك. ليه اجلنا الفونكس؟ عشان في تدريبات حلوه عشان نمكن بقى، ده اللي هيأهلنا بعد كده، لان احنا ايه نأسس فونكس صح. ان انا ببدا اعمل تدريبات، يعني مثلا بديله هنا برضو ايه الصوره هنا كده، وابدا ايه عايزه هو يديني الليتر اللي بيدل على الايه، على الساوند. هنا بقول له مثلا الكلمه بتاعتي رابت ها، ايه الليتر اللي هيديني الساوند ده؟ رابت. فهو يبدا يكتب روكيت رابت رين. تمام كده. وتدريبات الفونكس متنوعة وليها أشكال كتيرة قوي، وكلها هتعتمد على الصور. تمام. لازم زي ما احنا شايفين هنا كده، مثلا بصي بيختار مثلا بيعمل تشوز. هنا عندي هنا دوج ده انت سمعت ايه الساوند اللي هنا؟ ده. فهنبدأ نعمل تشوز او سيركل، نختار الايه، نختار الليتر اللي هيدينا الساوند الصحيح. تمام. زي ما قلت لك فيها تدريبات كتيرة قوي ممتعة وشيقة، وهتمكن الطفل بتاعك. طبعا انت بتدي الجديد وبتراجع على القديم، دي الفكرة. او زي كده مثلا برضه اهو بنعرفه من هنا، انت بتعملي له على فكره حصيله لغويه حلوه جدا، حتى لو جاست اورال بتنفعه. عندي هنا مثلا روبوت ها، هنبدا نختار ايه؟ يلا، وبنبدا ندور على ايه الساوند او الليتر اللي بيدينا الساوند ده. يبقى كده قلنا كل التفاصيل او كل الحاجات المهمه اللي لازم يتعلمها او نمشي بيها صح في ايه، في البدايه خالص، في مرحله الايه الليترز او دي الفابت. تمام. علشان زي ما قلت لك بقى في الاول، هي مش موضوعنا لانها سهله، موجوده كتير قوي، هتلاقي فيديوز كتير جدا، لو عملتي سيرش هتلاقي الكلام ده سهل قوي. اكتبي دايما او اعملي سيرش بالانجلش، هيجيلك فيديوز احسن من اللي هي بالعربي. الساوند والاصوات والنيمز فيها واضحه وحلوه، بس بعيدي عن اللي فيها موسيقى واغاني عشان يستفيد، او انتي لو لسه بتتعلمي هتتعلميها بسهوله فهتسمعي افضل. تمام. وسهل قوي برضو، والدايركشنز دي حاجات سهله موجوده كتير جدا، تعملي بس سيرش هتطلعي حاجات جميله قوي، واحسن كمان من اللي انا بقدمه بكتير. خلاص. فعشان ده متداول وسهل وكتير مننا بيفهموا بسرعه وعارفينه، وما فيهوش مشكله. اللي بيقابلنا بقى المشاكل بعد كده فين؟ بعد كده بقى، وده بقى موضوع الفيديوز بتاعتنا، ازاي ابدا صح معاه في المرحله اللي بعد الليترز. خلصنا بقى الليترز بتاعتنا وطلعنا منها صح وتمام، هنعمل ايه بعد كده؟ ده بقى الشغل او الكلام او الخطوات اللي مش هتلاقيها موجوده في اي كتب خارجيه. زي ما قلنا التاسيس يا جماعه فن، فانتي
لازم بيكون عندك البلان بتاعتك او الخطوات بتاعتك اللي انت عاملاها ماشيه بيها، ودي بتميزك عن اي حد وبتوصلك وبتخليكي طبعا متميزه في شغلك. وطبعا انا عاوزه اقول لك حاجه مهمه، ان الكتب المنهج ممتاز جدا ما شاء الله. هو يمكن تقيل شويه بس بجد هو يعتبر كورس اساسا للصغيرين والكبار، تمام. لانه اتعدل بشكل جميل قوي. احنا الاول للاسف كنا بنعلم الولاد، او احنا ما اتعلمناش انجليش اصلا، احنا اتعلمنا يعني كده بالبركه. فالمنهج الجديد يا جماعة مش معقد ومش صعب، هو حلو جدا، عاوز بس يتوصل صح، تمام. لكنه بجد مفيد جدا ومختلف بصراحة. ف وصح تمام. فعشان احنا نمشي كمان صح ونواكب ده، لازم احنا كمان نكون مستعدين. وانا نسيت كنت بقول ايه صراحة، فبس طب ماشي نرجع لموضوعنا. ايه الثلاث خطوات، انا نسيت والله كنت بقول ايه قبل الكلمتين دول. ايه الثلاث خطوات او الثلاث طرق اللي احنا هنمشي فيهم في نفس الوقت. ايه بقى اللي كنت بنقول ان انت لازم يكون عندك خطة، وان الشغل ده مش هتلاقيه موجود في اي كتب، تمام. ده شغل بيميزك انت، وهو ده بقى التأسيس الصح اللي بيميز حد عن حد. هبدأ ازاي مع الطفل بتاعي؟ عشان انا لو فتحت له الكتاب هو مش هيستفيد حاجة. الكتاب ماشي خطوط عريضة، خطوات سريعة، مش هيلحق الطفل يفهم. فانا عايزة الطفل بتاعي يبدأ يفهم. فانا بكون مطلع على الكتاب وعلى المنهج بتاعه، مش شغالة من دماغي، تمام. ايه الرولز اللي عنده او الجرامر اللي موجود عنده، اللانجوج، القواعد، عشان همشي عليها. بس انا بقى اوصلها ازاي؟ لا مش بالكتاب. الكتاب ده بعد ما انا ابدا معاه تاسيس، بعد الدخله بتاعتي الاولى اللي هتفصص المنهج وتوضحه وتسهله، وادخل بقى الطفل بتاعي ايه كده، افتح له بقى الكتاب يبقى ما شاء الله معايا بقى يطبق، فاهم، يقرا، تمام كده، يحل الدنيا تمام. وده بقى اللي احنا هنبدا نقوله معانا في الفيديوز اللي هي ايه اللي احنا هنعملها باذن الله دي. ازاي ابدا بقى مع الطفل بعد ما اخلص الليفل الاولاني مرحله الليدرز، هنبدا نعمل ايه دلوقتي، وايه الثلاث طرق اللي هنمشي فيهم مع بعض. الثلاث طرق او الثلاث خطوط اللي هنبدا نشتغل عليهم مع الطفل، تمام. في نفس الوقت ان انا هبدا طبعا اعلمه الرولز بتاعت الجرامر اللي هي القواعد اللي هي اللانجوج، تمام كده. في نفس الوقت بكون بكمل تأسيس فونكس المستوى التاني بقى بعد ما خلصنا الساوندز الأصوات بتاعت الليترز. هنعمل ايه بعد كده؟ الستيب اللي بعد كده دي تاني حاجة. الفرع التالت أو برضو الضلع التالت الفوكاب، هقدم له فوكاب لأن ده طبعا هينفعه وينفعني كتير. وهنا برضو في نقطة كده عشان الناس تقولك لا احنا ما تقدميش المعنى او ما نتكلمش معاه عربي خالص. يا جماعة بالراحة، احنا عندنا مشكلة ان عندنا عقدة اللغة شوية، عقدة الخواجة، يعني لغة انجليش اي تقليعة تطلع نمشي وراها من غير ما نفكر صح ولا لا. فعاوزة اقولك لا غلط، انت دي مش لغتك الاولى، مع احترامي لكل الاراء طبعا، بس عن تجربة وخبرة سنين دي مش لغتنا الام، دي لغة تانية، تمام. فبالتالي ان انت لازم تقدمي للطفل دوت مفردات ومصطلحات مقابلة للغة عشان يبدأ يفهم معاكي. ازاي يعني just English طول يعني all the time اكلمه انجليش، ويمكن هو اصلا الكلمة دي مش واصله له بالعربي. يعني طب هو فين مخه هيشتغل ازاي معايا؟ وده عمل مشاكل لأطفال كتير. قبل كده شفنا الكلام ده في حضانات كتير لما اشتغلنا من زمان، وصعوبات تعلم والله ومشاكل بجد. لان الطفل غالبا يعني مش متوفر له طول الوقت البيئه اللي هو ايه في البيت، في المدرسه، في الشارع all the time just English بيتكلموا حواليه بس مفيش عربي. لا احنا مش الكلام ده انش اللي هو موجود اصلا في امريكا او مولود او دي لغته خلاص. يعني احنا دي بالنسبه لنا لغه تانية داخله على اللغه الاولى بتاعتنا. فلازم يكون عندنا ايه فوكاب، مصطلحات، مفردات تعمل ايه تقابل اللغه دي عشان يبدا يفهم وايه ويتكلم معايا. فلا انا لازم اديله المانينج طبعا، اديله المعنى بتاع الكلمه او الفوكاب اللي بقدمه له، ده مهم. فمن هنا لازم اعلمه فوكاب. وما تقوليش كمان ان الفونكس جه ومش هنبطل خلاص مش هنحفظ العيال كلمات. لا في البدايه انت محتاجه تعملي ده، لان الانجليش هيقابلك فيه يعني بصي كل قاعده بعد ما تديها للطفل او انت تدرسيها تبصي تلاقي طلع لها شواذ كتير. هتلاقي بصي نفس القاعده اللي انت لسه درساها بنفس ترتيب الليترز او الاصوات وبتدي صوت تاني خالص، هنا بصوت وهنا بصوت، هنا كلمه وهنا كلمه تانية، مع انها نفس الليترز نفس الحروف، تمام كده. فعشان كده بقولك لا ان هو في الاول محتاج يشتغل. وكمان الفوكاب مش بس عشان يتعلم يحفظ كلمات ودش وتملي له مخه وكلام من ده، لا طبعا الدخله مش كده وتنزلي بقى اعمده والجو اللي هو الفيك ده، لا خالص. احنا بندخل صح وهنتكلم عن كل ده، بس الفوكاب مهم انها زي ما قلت لك بتقدم له، بتعمل له اثراء للغه، بتدي له كلمات كتير، معاني كتير. وده طبعا بيكون بالصور وبطرق كويسه. عشان ايه؟ انت كده ساعدتيني هو يفهم وانت بتعملي ايه ويشتغل معاكي صح في الايه في الرولز اللي بتقدميها له.
هنبدأ بقى نفصص بعد كده ايه كلامنا ونرتب خطواتنا عشان نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا زي ما قلنا الطفل بتاعي بقى هبدأ معاه بعد ما اخلص، فيكون عندي 3 كشاكيل، كل كشكول ماشي خاص بحاجة. في كشكول للجرامر، وفي كشكول عندي للفونكس، وفي كمان عندي كشكول للفوكاب. خلاص كده عشان نبقى مرتبين وعارفين بنعمل ايه. نبدأ مثلا نتكلم النهاردة عن اللانجوج او الجرامر، وبنقول هنبدأ ازاي اول الخطوات معاه وبطرق سهلة جدا. ازاي ابدأ معاه بطريقة صح؟ اول قاعدة بنقدمها للطفل واسهل القواعد خالص السينجولار والبلورال، المفرد والجمع. من اسهل القواعد اللذيذة، سهلة وبتدخل مع الطفل بسرعة، وهتديكي الايه بداية الخيط ازاي تشتغلي معاه جرامر بطريقة صح، ازاي يفهم ويطبق معاكي. بس للأسف المقدمة برضو كانت طويلة لأن مهمة، كان لازم نتكلم من البداية صح، فمش هقدر أطول الفيديو أكتر من كده، هيبقى ممل بصراحة. فإن شاء الله هنتقابل في الفيديو اللي جاي ومش هطول عليكي، وهعمل لك الفيديو دي مترتبة في قوائم التشغيل ورا بعض عشان يبقى سهل عليكي إن انت تجيبيها من الأول واللي بعده واللي بعده وهكذا، وتوصلي لها بمنتهى السهولة، ما تقعديش تدوري كتير في القناة. هظبط لك كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك إن شاء الله بشكل جميل جدا وسلس. وهنتقابل باذن الله في الفيديو اللي جاي، وهيكون بسرعه مش هطول عليكي انا عارفه. تمام، وتابعيني واستنيني باذن الله. ولو عجبك بقى الفيديو او الفكره يا ريت تحط لنا لايك عشان بجد بيشجعني ان انا استمر وبيديني دفعه. تمام، عشان بس الواحد بيجي له وقت كده وبيحبط. فان شاء الله باذن الله نتقابل على خير في الفيديو اللي جاي، ونكون سريعا جدا ونكمل مع بعض ازاي نأسس انجليش صح من البدايه.